الموضوع بقى صراع داخلي، معركة حقيقية في قلب أحمد. كل يوم الصبح يقوم من النوم يحاول يقنع نفسه إن ده مجرد نزوة، بس كل يوم إحساسه ناحية ليلى بيزيد وبيخاف يصارحها، خايف تبصله على إنه خاين أو ترفضه وتقوله أنت مش حر. وفي جانب تاني ضميره بيأنبه عشان سلمى، بيشوفها بتديله كل حاجة، بتخطط معاه لكل تفصيلة في حياتهم اللي جاية، وبيحس إنه بيخونها بيخدعها. وصل أحمد لذروة الأزمة، بقى شخصيتين في جسد واحد. لما بيكون مع سلمى بيمثل دور الحبيب المخلص، ولما بيكون مع ليلى بيحاول يخفي مشاعره بس عينه بتفضح قلبه. بقى عايش في دوامة، كل ليلة بيسهر يفكر أعمل إيه؟ أظلم مين؟ أظلم اللي بتحبني بجد ولا أظلم نفسي وأعيش مع واحدة قلبي مش ليها؟ أحمد بقى في نص دايرة مش قادر يخرج منها. يا ترى أحمد أخد قرار إيه في النهاية؟ وهل في طريقة كان ممكن يخرج بيها من المأزق ده من غير ما حد يتأذى؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وإيه القرار اللي كنتوا هتاخدوه مكانه؟ ولو القصة دي لمست قلبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل القصص المؤثرة اللي بتهمنا كلنا.